يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم. أبناؤنا وبناتنا أمانة قد جعلها الله تبارك وتعالى عندنا، فمنا من حافظ على هذه الأمانة ورعاها حق رعايتها، ومنا للأسف من أضاعها وفرط فيها. الأسرة إخواني الكرام هي المحضن التربوي الأول الذي ينشأ فيه الطفل، فيتعلم من خلالها الدين، ويكتسب عن طريقها العادات والسلوكيات وكيفية تعامله مع مجريات الحياة من حوله. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. مطلوب من الآباء والأمهات أن يعتنوا غاية العناية بتعليم أبنائهم وبناتهم الدين المعتدل والخلق الحسن والسلوك الحميد، وأن يغرسوا في نفوسهم الرقابة الذاتية على تصرفاتهم، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب عباده الصالحين. لا نريد أن يكون المصدر الأساسي الذي يستقي منه الأبناء والبنات معتقداتهم وأفكارهم وأخلاقهم وسلوكياتهم هو ما يشاهدونه في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، وذلك أن هذه الوسائل مفتوحة على مصراعيها لجميع المعتقدات ولجميع الأفكار ولجميع السلوكيات الحميدة وغير الحميدة، وبالتالي يكون الطفل عرضة لكل هذه المعتقدات والأفكار والسلوكيات المتناقضة، مما يؤثر سلبا في بناء الشخصية السوية للطفل. التربية إخواني وأخواتي ليست مجرد توفير احتياجات مادية للطفل من مأكل ومشرب وملبس وما إلى ذلك. التربية مفهومها أوسع من ذلك بكثير. التربية تعليم، التربية أدب، التربية أمر بالطاعة، التربية كف عن المفاسد، التربية أخلاق نربي عليها، التربية قيم نغرسها، التربية مهارات نطورها، كل ذلك بهدف أن ينشأ الطفل نشأة سوية وتكون له شخصيته المتزنة التي من خلالها يستطيع أن يعيش في هذا المجتمع بكل أمن وبكل استقرار نفسي، محققا بذلك مرضاة الخالق سبحانه وتعالى، وبذلك يكون أيضا فردا صالحا في مجتمعه. ومن هنا أوصانا الله سبحانه وتعالى بأبنائنا وبناتنا فقال: يوصيكم الله في أولادكم. والولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى معا، فالوصية هنا شاملة لكليهما، كما أنها أيضا مطلوبة من الأب ومطلوبة من الأم على وجه الدوام والاستمرار. التربية لا تنقطع، وذلك أن قوله سبحانه وتعالى يوصيكم فعل مضارع يدل على الحال والاستمرار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على حسن تربية أبنائنا وبناتنا، وأن يحفظهم من كل سوء ومن كل مكروه.